في أخين، عادل الكبير وسامح الصغير. عادل كان شغال في الغربة بقاله 20 سنة، وكان بيبعت كل مليم لسامح عشان يشتري أراضي ويبني عمارة للعيلة. وكان بيقوله: يا سامح، انت عيني اللي بشوف بيها، شيل الفلوس دي للأيام. عادل رجع مصر في أجازة والابتسامة على وشه وهو فاكر إنه بقى صاحب ملك، وراح لسامح وقال له: يا بطل، فرجني على العمارة والورق بتاعنا. سامح وشه صفر وبدأ يتهرب، وقال له: يا خولة، الورق في الخزنة والمفتاح ضاع والعمال لسه ما خلصوش. عادل حس إن في حاجة غلط وقرر يروح يسأل في الشهر العقاري. هناك كانت الصدمة اللي شيبت شعره. لقى إن سامح عمل توكيل مزور باسم عادل، ونقل ملكية العمارة وكل الأراضي باسم مراته عبير، وباع شقة عادل القديمة كمان. عادل ما كانش مصدق إن أخوه اللي كبره وعلمه هو اللي يسرق شقة عمره ويرميه في الشارع. عادل راح لبيت سامح وواجهه بالورق. لقى سامح بيبصله ببرود وقال له: انت كنت عايش في عز بره، واحنا هنا كنا شايلين هم العيلة، ده حقي 8 سنين التعب. وعبير مراته طلعت طردت عادل وقالت له: ورونا بقى هتعملوا ايه بالورق ده، القانون لا يحمي المغفلين. بس عادل كان أذكى، كان عارف إن سامح طماع، فكان باعت له الفلوس من بره عن طريق تحويلات بنكية مكتوب في سببها لشراء عقارات ومباني. عادل رفع قضية نصب وتزوير، وبالمستندات البنكية قدر يثبت إن الفلوس دي بتاعته هو. وفي ليلة البوليس كبس على البيت وخد سامح وعبير مكلبشين بتهمة التزوير والنصب. عادل استرد حقه بس خسر أخوه، واكتشف إن الدم ساعات بيبقى مية لما الطمع يدخل في النص، والستر دايما بيبقى مع اللي بيصون الأمانة. اكتشفت إن مش كل سند بيبقى حيطة، وساعات أقرب الناس ليك بيبقى هو اللي مستني لحظة رجوعك عشان ينهب شقة عمرك، بس الحق ما بيتوهش أبدا. دي كانت حكاية النهاردة اللي بتعرفك إن القرش الحرام ما بيدومش، وغدر الإخوات كسرته ما بتتصلحش. استنونا في قصة جديدة بمغامرة تانية من حكايات مايا.